بصوا بقى، هي دي اكلات الصيف الخفيفة اللذيذة السريعة اللي ولادكم هيحبوها جدا ومش هياكلوا غيرها طول الصيف. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا هنا بقى انا عملت مكرونة ومعايا هنا بسطرمة. طبعا عايزة تحطي لحمة مفرومة ماشي، عايزة تحطي سجق معاها ماشي. عايزة تعمليها مشكل يعني كده كمشكل لحوم اعمليها. عايزة تعمليها بسطرمة ماشي بس ماشي. عايزة تعمليها سجق بس ماشي، بالتونة ماشي. باللحمة المفرومة زي ما تحبي زي ما تعملي. انا بقى بحب اعمل ايه، بحب اشوح البسطرمة الاول كده في شوية زيت ذرة زي ما انتم شايفين. لان دي اللحوم يا جماعة نية، وانا بحب طبعا اسوي الحاجة كويس عشان الولاد. بحبش اجيب حاجة من بره وتكون مش مستوية كويس. ولادي طبعا بيحبوها وبيحبوا يشتروها من بره، بس انا بقى من ساعه ما عملتها لهم في البيت خلاص مش بيجيبوها من بره. انا من زمان بعملها في البيت ما شاء الله جميل. حطيت عليها بصلايه صغيره كده متقطعه قطع صغيره، وعليها برضو فلفلايه متقطعه قطع صغيره. وفي الاخر خالص هنزل بالطماطم. ليه؟ لان الطماطم طبعا هتخر الميه بتاعتها فمش هحطها الا لما البصل والفلفل كده يتشوح مع البسطرمه شويه، بتدي طعم تحفه. انزل بقى هنا في بالطماطم واحط شعرة ملح صغيرة وشعرة فلفل. ليه؟ لان البسطرمة متملحة ومتبلة، بس عشان الخضار هيعدبها شوية. بحط حاجة بسيطة جدا 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 جدا. وبحط ربع كوباية مية، يعني معلقتين تلاتة كده مية كبار. ربع كوباية زي ما انتم شايفين كده. بكمل السوا بتاع البسطرمة والسوا بتاع البصل عشان ما يبقاش مقرمش كده فيها. عشان ولادي شوية بيقرفوا منه، لكن في ناس بتشوحهم بس كده وتحطهم مفيش مشكلة على حسب ولادك ما بيحبوها. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، تحفة. على شوية مكرونة سباكيتي بقى من التحفة دي. انا اقول انا جايبة المكرونة على انها سباكيتي. لقيتها كده الشرايح بتاعتها كده ايه يعني تخينة عن الاسباجيتي شوية، رقيقة كده وايه، مبططة مش زي الاسباجيتي. بس بصراحة انا معرفش اسمها ايه، انا اول مرة اجيبها. بس بصراحة طلعت تحفة تحفة. وحطيت البسطرمة على الوش كده. وعايزة اقول لكم ان طعمها يجنن. ودي وصفات الصيف بقى السريعة الخفيفة اللي تعمليها كده ما تحركيش بقى ولا طبيخ ولا حاجة من دي. ولادك هيحبوها قوي وتنفع في العشاء وتنفع في الغدا. وطعمها تحفة. عايزة اقول لكم الطبق ده بيوديني في حتة تانية خالص، انا بموت فيه. الطبق ده بالنسبة لي احسن من كل الاكلات اللي في الدنيا. اللي وصل معايا هنا الفيديو ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي متابعة الناس اللي مش عاملة لي متابعة. وما تنسوش تدعوا لكل مريض ربنا يشفيه، وكل مشتاق للذرية الصالحة ربنا يديه، وكل مهموم ربنا يزيح همه، وكل مكروب ربنا يفك كربه، وكل مديون ربنا يسد دينه. احنا والمسلمين اجمعين يا حبايب قلبي ربنا يجبركم ويرضيكم ويراضيكم. ما تنسوش اللايك يا حبايبي، وما تنسوش تجربوا الوصفة الجامدة دي. اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.